سطيف مهم. ورحت قابلت منتخب الجزائر ووقعنا العقد. ده اصلا دي طريقه التعاقد مع قندوسي نفسه. بالظبط. ماشي. زي ما سمعت عزيزي المشاهد، ده كان كلام أمير توفيق بشكل واضح، وحتى كان كل المتابع للشأن الكروي في الوقت ده كان عارف الأحداث اللي حصلت ساعة القندوسي نفسه، إن رئيس وفاق سطيف هو اللي كان متضايق من طريقة التفاوض. ويعني الأهلي كان بالنسبة له كانت مكالمة مع رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وسافر زي ما شرح كده أمير توفيق على الجزائر لتخليص اللاعب لصالح النادي الأهلي. فطبعا هو الكلام واضح، ويمكن بقاله كام يوم واضح جدا، وحتى تحقيقات النادي الاهلي اسفرت على براءة امير توفيق من الحاجات الغريبة اللي كان يعني ادعاء القندوسي بان هو بيفرض وكيل او حاجة، وهو زي ما شرح ان كان معاه وكلاء وناس بتسوقه قبل ما الاهلي يتجه للموضوع، وحتى بعد ما وصل لقى الوكلاء دول فاتكلم معاهم بناء عن ان كان القندوسي متفق مع عدد كبير